السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي هو تتمة الفيديو الاول اللي حطيت. هذا الجزء الثاني اللي غنكملوا فيه جولتنا في شمال المملكه المغربيه. هنا كي تشوفوا خرجنا الصباح، مازال في مدينه المضيق، جوله صباحيه وغادي نتناولوا الافطار في الخارج. ما يمكنش نجيو للشمال وما ناكلوش تشورو او خرينغو، كلها شنو تيسميه. فاكيد خدينا تشورو لاننا غادي نديرو فطور بلدي تقليدي كتشوفوا بالبيض والجبن والزيتون الكحل والبصاره واتاي المغربي، الكيسان ديال الشاي منعناع، وكان هذا هو الفطور ديالنا. ثم من بعد توجهنا لمدينة تطوان. نصور لكم بعض المشاهد من شوارع مدينة تطوان. درنا واحد الجولة صباحية سريعة، ثم من بعدها غادي نتجهوا لمدينة طنجة. وهذه شوارع تطوان، الحمامة البيضاء. بعض المعروضات الخزفية في الطريق الرابطة بين مدينة تطوان ومدينة طنجة. طنجة عروس الشمال. وكيف تشوفوا احنا وصلنا، ومرحبا بكم معنا مدينة طنجة عروسة الشمال وعروسة البحر الأبيض المتوسط. طنجة أيضا عرفت توسع عمراني كبير، وعرفت مشاريع ضخمة في هذه السنين الأخيرة وإنجازات ضخمة وتهيئة كبيرة صراحة. يعني اللي تيجي لهذه المدينة من منذ القديم، يعني من التسعينات، غادي يحس بالفرق الكبير. يعني فعلا مدينة تخدم عليها. وهذا الكورنيش ديال مدينة طنجة اللي ايضا تمت التهيئه ديالو باحدث التقنيات. كورنيش طنجة، شواطئ طنجة، اشقار، اشياء كثيره وكثيره ممكن تزار في هاد المدينه. والان من بعد الجوله في الكورنيش غادي نتوجهوا للمول او للسونتر كوميرسيال اللي هنا موجود في طنجة. واللي هو هذا. غادي نقلبوا على الباركينغ ثم غادي نصور لكم
مشاهد من داخل المول. وفي الوقت اللي مشينا حنا جولة المحلات الموضة والملابس، خلينا الأولاد هنايا في البارك، طبعا ماشي بوحدهم مع باباهم، خليتهم تيلعبوا شوية. ومن بعد غادي نتوجهوا لواحد المنظر هنا في المدينة القديمة بالضبط، فغادي نطلعوا لهاد البلاصة اللي سميتها القلعة باش نشوفوا الكورنيش والشاطئ ديال مدينة طنجة من واحد المنظر أفقي من الأعلى. العتيقة، منازل شاهدة على التاريخ، شاهدة على الأحداث، شاهدة على عهد الاستعمار الإسباني، شاهدة على بزاف ديال الأشياء تطبع ذاكرة المدن. وهذا هو المنظر من الأعلى. من بعد الوليدات جاو من الجوع فخديناهم ياخدوا واحد الوجبه سريعه، ثم من بعد كملنا الجوله ديالنا، مشينا لصور المعكازين. للاسف ديشارجا لي التليفون وديشارجات لي الكاميرا وما قدرتش نكمل التصوير في صور المعكازين وفي المدينه، ولكن تنتمنى ان هادشي اللي صورت يكون كافي وقرب لكم مدينة طنجة وحبب الناس اللي مازال ما زاروها انهم يجيو يزوروها ان شاء الله.
الشوارع ديال طنجة. باش كي تنقول لكم ديما يعني المغتربات بنات طنجة واللي متبعيني واللي يكونوا ما زاروش المغرب هاد السنه، فنقربهم من الشوارع، نفكرهم باماكن، نفكرهم في ذكريات. انا عارفه انها فاش يكون الانسان بعيد، فاش تيشوف الاماكن اللي ترعرع فيها واللي عنده فيها ذكريات كثيره، فتيكون احساس جميل تي ينعش الذاكره كيف تنقولوا. ولهنا تقريبا تتكون الجولة ديالنا في مدينة طنجة تسالات، ومع النهاية ديالها تيتسالى ايضا الفيديو وتيتسالى الجولة ديالنا في مدينة الشمال اللي كيف قلت لكم كانت في جزئين. الجزء الاول وهذا الفيديو هو الجزء الثاني. اخيرا تنقول لكم تحية كبيرة للناس الشمال، تحية لسكان المدن اللي زرتها: المضيق، الفنيدق، قمارتيل، تطوان، الناس ديال سبتة، ايضا الناس ديال طنجة، تحية لهم كلهم، وتنقول لهم دمتم متألقين. والشمال دائما رائع بالناس ديالو، بالنظافة ديالهم، بالحفاظ ديالهم على المدن ديالهم، الحفاظ على الرونق ديالها، على الشكل العام ديالها اللي تيبهر الصور، وهذا اللي تيخلي الناس كل عام يجيو ويزوروا هاد المدن الساحليه الجميله والخلابه. هنا تيتسالى الفيديو، تنضرب لكم موعد فيديوهات مقبله ان شاء الله في مدن اخرى مغربيه ومع فلوقات اخرى وجولات اخرى. تنبغيكم بزاف، الى اللقاء.